تنشط في هذه الفترة عملية سرقة السيارات والدراجات النارية، والهدف ليس بيعها بهيكلها الكامل وإنما فرطة وبيعها بالقطعة. فماذا في التفاصيل؟ بين الحربقة والتفنن في سرقة السيارات والدراجات النارية وفرفطتها لبيعها قطعة، المواطن أو المسروق هو الضحية، فالعثور على ما سرق أو الاستعادة مجددا بات مستحيلا. إلى بعض بور السيارات توجهنا، قطع على مدى عينك والنظر، فهنا لا يسأل الحرامي عن المصدر، المهم القطعة تنوجد. من صاحب المحل تبع الكسر ونحطه. لو الكسر منين ما جايبهم مصدر وانتم ما بتسألوا، انتم بتجيبوا؟ ايه احنا بس بنجيب من عنده، خلص انه هاي القطعه بدنا اياها بتجيبها من عنده. إلى تجار قطع السيارات للوقوف على ما يحصل. فصاروا عم يسرقوا السيارات، عم يكسروهم وعم يكسروهم قطعة وعم بيبيعونا يوم بأقل من الجملة يعني. يعني نص الشارع بتلاقيهم واقفين على الطريق وتفضلوا بدك شيء. يعني غير نطاق المحلات، خارجين عن نطاق المحلات، عن اللي عنده محل له عم ينزلوا بالشارع هيك بدي لك سوق سودا يعني. صاروا عم بيوقفوا العالم، بدك قطعة بدك ايه بنأمن لك اياه، يعني اذا ما عنده اياه الحرامي على التليفون قالوا ايه بدي قطعة كذا كذا، بيروح يا بفكها يا اما بجيب السيارة كلها وبيجي. ببيع بالرخص، يعني هذا جايب بضاعته يا على الدولار 1005 يا اما مسروقة، غير هيك ما في. جديدة هيدي بيخترعينها، بجيب الواحد 5 بيضات بلاقيهم بكيس، بيجي بيضرب بيضة على الازاز، بعد ما يضرب بيضة على الازاز بتمشي السيارة لتنزل تشوف السيارة، بيدوروا السيارة وبيهربوا. هيدي سرقة علنية صارت، يعني شكل سرقة بعز دين النهار وهيك فجأة يعني. بيفكوها ببيعوا وقتها بتختفي. جمعة زمان بتسأل عنها بتحط بالمخفر بلاغ كذا، جمعة زمان بتلاقيها اختفت وراحت، بعدين بيفرطوها. شو بيعملوا بس يفرطوها؟ ببيعوها قطع، هيدا رفيريف، هيدا دويديب، هيدا شغلات يعني من هالنوع هيدا، يعني بنص النهار. موتوسيكل بتلاقي بيجيبوا بيك اب هيك، بتلاقي موتوسيكل واقفه على جنب هيك، بيجوا اثنين بيحملوها بحطوها بالفان وبضلهم اخذين هيك. شو بيجوا بيقولوا يعني بس بدهم يبيعوك قطع سيارات؟ والله مضايق وبدي مصاري وسيارتي بدها تسليح كثير وما معي، بدي بيعها. بدي فرفطها ويبيعها. بدي فرفطها ويبيعها. انا كيف بدي اعرف اذا سارق ولا لا؟ انا كيف بدي اعرف؟ يمكن يكون سارق يمكن لا. بس هالفترة كثير عم تكتر. كثير كثير. في ناس بتاخذ لانه السعر بيكون شوي. قد ايه بيعرضوا تقريبا اسعار اذا بكونوا سارقينها وجاي؟ بيجي لعندك يكون معه قطعه، قد ايه حقها هيدي؟ مثلا له $50، لك معي واحده تشتريها مني ب $50، يعني انه ما بيعرفوا، هون ببين انه ما بيعرف قيمتها او ماخذها من حدا بسرقه. بيروحوا مثلا على محل الكسر ببيعوه الرفراف، على محل الميكانيك ببيعوه وخلص ما بقى الواحد بيعرف كيف بده يلحق سيارته اذا بحال بس فرطت. هي تجارة رابحة للسارق، أما بالنسبة للمسروق فالطاسة مش بس ضيعة، سيارته أو دراجته ما بقى إلها أثر. إذن فإن ما يسمى بفرفطة السيارات والدراجات النارية بعد سرقتها لا يعود فقط لإخفاء الأدلة، بل لأنه يعود بالربح المادي أكثر بكثير من بيعها شقفة وحدة. رشا الزنهاشم، NBN.